قد يكون أحيانا الوقت مش مناسب لقول الصدق فتسكت لغاية لما يجي الوقت اللي تقوله عشان الناس تعرف. هو الفصيل اللي كان موجود معانا دوره في التشكيك وبناء حالة عدم ثقة في مجتمعنا المصري توقفت على مدار 90 سنة. طب خير يعني. طب هي أثرها إيه؟ أثر ده إيه؟ لما أنا أقعد من خلال تواجد في قواعد المجتمع ومفاصله وأقعد أتكلم على إن أنا أشكك في كل حاجة زي ما حتى بيحصل دلوقتي. هو الناس ما بتسمع والناس بسيطة والناس مشغولة بحالها وبظروفها المعيشية. هيقعد يفرز بقى ويناقش الموضوع ده صح ولا غلط. لكن يبقى المثقفين والمفكرين والسياسيين والإعلاميين عليكم مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى في الحفاظ على البلد ديت، في الحفاظ على مصر، حتى يعني نتجاوز مش الأزمات ديت، حتى يتشكل وعي حقيقي لدى مجتمعنا قادر على أن يكون هو الكتلة الصلبة في مواجهة كل المحاولات اللي بتتعمل ديت. لما التقيت بالإعلاميين في توشكا فبقول لهم سيدنا سليمان حكم لأختين كان عندهم بيتخانقوا بيتصارعوا على طفل فقال الاثنين بيحلفوا طب هعمل ايه؟ هو ما يعرفش يعني وبيصروا على ان كل واحده بتقول ده ابني. فقال طب اقطعوا اثنين، هاتوا السكينه اقطعوا اثنين. فصاحبه الام قالت ايه؟ خدوه بس ايه؟ يعيش. خدوه ايه؟ بس يعيش. مش مهم يعيش معايا، المهم يعيش. مش مهم مصر تبقى معايا، المهم مصر تعيش. أنا والله صادق معاكم، والكلام ده أنا قلته في أحد جلسات المجلس العسكري أثناء 2011 وقبل الانتخابات ب6 شهور. بيقولوا مين اللي جاي؟ فقلت لهم الإخوان. فحصل نقاش، قلت لهم بلد بالإخوان ولا مفيش بلد؟ اختاروا. ساعتها زمايلي اللي كانوا موجودين في المجلس ساعتها بصوا لي قال لك ما هو يعني الراجل ده برضه ممكن يكون يعني ايوه يا احمد. والله قال لك معقول بقى ما هم موجودين في كل حته. لا 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 لا، ربنا يلهمنا الصدق والصواب والقدره على التمييز. ففهمناها سليمان. قلت لهم لا هو ده رأيي. جم. طب وكان البديل ايه؟ انتوا شفتوا حاجه واضحه وصريحه، تهديد حقيقي مباشر، مش كده ولا ايه؟ طب وقتها المواطنين والرأي العام في مصر كان ساعتها بعد ما تم تشويه الجيش لمدة 1.5 سنة والإساءة ليه بقتل الناس في أحداث محمد محمود وقتل الناس في مسبيرو وقتل الناس في بورسعيد والمجمع والتشويه اللي استمر على مدى 1.5 سنة كان يحصل اقتتال تروح فيها مصر وممكن يروح فيها الجيش. وانا عايز اقول لكم لما دايما اقول ايه، قارنوا ما بين الوضع اللي احنا فيه دلوقتي والوضع اللي فيه دول اخرى دخلت المسار ده برضه. يا ترى مين منهم نجا؟ مين؟ مصر بس. طب ليه بقى؟